السلام عليكم. اهلا بيكم. النهارده هعرفكم احلى 3 طرق تعمليهم للبيتزا بدون عجن ولا اي مجهود. شايفين البيتزا القمر دي؟ هخليكي تقومي دلوقتي حالا تعمليها من رغيف عيش، هتعملي اسرع واطعم بيتزا. الوصفه دي ممكن تستخدمي فيها العيش البلدي العادي او عيش التورتيلا او عيش الكريب. هنعمل مع بعض كذا فكره جديده والطعم لذيذ والطريقه مفيش اسهل من كده. وزي ما تعودنا يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هنا كنت مستخدمه عيش التورتيلا، انا ما كانش عندي العيش البلدي العادي فاستخدمت عيش التورتيلا، بس انا عملتها كتير بالعيش البلدي وطبعا نفس النتيجه. هنا هجهز الحشوة بتاعتي. جهزي معاكي اي نوع خضار استخدميه، ممكن لانشون، ممكن اي جبن. احلى حاجة في الوصفة دي ان اي حشوة فيها بتخلي طعمها جميل. وان شاء الله واحنا بنعمل الوصفة مع بعض ممكن نقول افكار وبدائل تقدري تحطيها. هنا هعمل صوص سريع كده يعني مكان صوص البيتزا. انا بجيب الصلصة وبحط عليها زيت وبحط عليها اي بهارات. انا هنا بحط توم باودر وبابريكا وبهارات مشكلة وكاري وشوية من الخل، ولو في كاتشب ممكن تحط منه. بصراحة الصوص ده سهل وسريع جدا ومش محتاج وقت ولا تقعدي تخربطي بقى وتقعدي تقطعي حاجات، لا هو خلاص على طول كده بيكون جاهز. يلا بينا نعرف اول طريقة عملتها ازاي. انا هنا جبت بيضتين ونزلت عليهم برشة من الفلفل الاسمر ورشة صغيرة ملح وقلبتهم كويس جدا وهسيبهم على جنب. في الوقت ده هجيب طبق فاضي واحط فيه شوية من المية، ممكن كوبايتين مية كده علشان انزل فيه العيش بتاعي. ده انا كنت مستخدمه زي ما قلت لكم عيش تورتيلا. نزلت فيه العيش بتاعي وبعدين فردته في الطاسه وحطيت عليه البيض اللي انا دوبته. وبعدين خلاص هنا كده هحاول اوزعه في المكان كله وبحط عليه موتزاريلا، اي جبن عندك مشكله وتنزلي بيها، اي تشكيله خضار تحطيه، اي حاجه عندك في التلاجة، ممكن شويه لحمه مفرومه، حته فرخه قطعيها حطيها. هنا انا حطيت الخضار اللي عندي، بصل وفلفل وطماطم وفلفل الوان يعني كان عندي كده. وخلاص كده حطيت معلقه من الكاتشب ورشتها وبعدين شويه جبن تاني وحطيت الزيتون. وخلاص كده خلصت وبحطها على النار وعما نعمل الوصفه التانية. هنا انا كنت مهديه النار وببص عليها كل شويه. يلا بينا نعمل الوصفه التانية ونشوف عملناها ازاي. برضو هجيب العيش بتاعه وابله كده في الميه علشان يطرى ويبقى حلو. ما تنسوش اللي احنا بنعمله بديل العجينه، فده كده تمام قوي. هنحط عليه من صوص البيتزا اللي احنا عملناه سوا. بصراحة الصوص ده بيبقى حلو جدا، انا بستخدمه في اغلب الوصفات بتاعة البيتزا، مش بعمله بالبصل والطماطم. انا بحب اعمله كده، الصوص ده بيبقى جاهز وبيبقى بيدي طعم حلو قوي. وبرضه هنزل عليها بالموتزاريلا واي حشوة انا حابة احط عليها. انا هستخدم اي حشوة موجود. انا كان عندي الحاجات اللي انا مقطعاها فطبعا هحطها، يعني مش هعينها ولا حاجة. الفرق الوحيد اللي بينها وبين البيتزا اللي قبلها ان البيتزا التانية دي مش هيكون عليها بيض، وانا هعرفكم الاختلاف كان في ايه بس في اخر الفيديو ان شاء الله. هنا قطعت الفلفل بتاعي والبصل بس شرايح طولية مش مربعات علشان يدوا شكل مختلف شوية يعني. وبحاول كده ارصهم بشكل مرتب شوية علشان يكون الشكل النهائي يكون شكله جميل. وبنزل برضو بالزيتون بتاعي. واخر حاجة بحط كام قطعة من البيبروني عشان انا بحب طعمه، بصراحة بيغير طعم البيتزا وفعلا بيديلها طعم مختلف. خلاص هنغطي عليها وعلى نار هادية ونشوف. يلا بينا هنعمل الوصفة الثالثة المختلفة خالص عنهم. ازاي الوصفة دي في ثانية الا ثانية هتكون جاهزة معاكي. انا هنا مش هبل العيش بتاعي ولا هعمل فيه اي حاجة، انا على طول هحط في الطاسة. انا هنا جبت الطاسه تكون صغيره شويه علشان انا عاوزه اعمل حرف للعيش، يعني يكون مثلا واخد شكل من فوق كده عشان لما احط الحشو بتاعه يكون ما يخرجش بره ويكون عاتي معايا كمان شكل حلو. انا هنا كنت بحاول اعمله على شكل ورده شويه واديله من كل زاويه كده اديله تانية كده من الجنب. هنا هحط القشطه، الحشوه بتاعتي هتكون قشطه. انت ممكن تستخدمي بديل الحشوه دي، ممكن تحطي جبنه كريمي او ممكن القشطه بتاعت اللبن عادي تكوني محوشاها تحطيها وتحطي عليها معلقه من الجبنه الكريمي، بتبقى حلوه جدا. انا هنا استخدمت القشطه المعلبه عادي خالص وحطيت عليها سوسيس وجبنه وبس كده.
ممكن انت تزودي بقى من فوق ترش عليها رشة زعتر. وبصراحة دي كان طعمها حلو قوي مختلفة شوية. وطبعا الاكل في الاول والاخر اذواق. انا طبعا عملت اللي بالبيض الاول علشان اللي بالبيض هتاخد وقت شوية، يعني الترتيب ده كان مظبوط جدا في التسوية. اللي بالبيض هنا كانت استوت خلاص لانها معمولة اول حاجة. هنطلعها مع بعض ونشوفها وبعدين نقول رأينا في كل واحدة فيهم. اول حاجة شكلها تحفة جدا وكان شكلها كده مدي على البيتزا قوي. الطعم بقى كان حلو كأنها محشية، يعني كأني قدامك بيتزا محشية وحاجة تقيلة كده، يعني الحشوة كانت جوه البيض كأنها محشية جواها. عارفة كده فطيرة البيتزا هي كده شكلها بالظبط. كانت حلوة وتستحق بصراحة التجربة. هنا كانت استوت معانا تاني واحدة لانها برضو ما اخدتش وقت، اكتر حاجة اخدت وقت شوية عشان كده عملتها في الاول اللي كانت بالبيض. دي خلاص هطلعها على طول ويلا نقيمها ونشوف طعمها بالنسبة لي كان ايه. بصراحة كانت حلوة جدا وكانت خفيفة قوي. لو بتحبوا الحاجة الخفيفة اللي بتستطعموا بيها بالحشو اكتر حاجة، اعملوا الطريقة دي بصراحة مختلفة. شايفين خفيفة قوي وشكلها رفيعة كده، وكمان القرمشة بتبقى واضحة فيها شوية، والسلامي وداها في حتة تانية. لا محتاجة لايك وكومنت حلو منكم. تعالوا بقى نشوف القمر بتاعتنا ديت خلاص استوت، ما اخدتش دقيقتين على بعض وخلاص. اول ما القشطه والجبنه ساحوا على بعض كده خلاص خلص. عرفتوا ليه بقى انا كنت عامله لها حرف من الجنب؟ علشان طبعا الجبنه لما بتسيح هي والقشطه ما تخرجش من الجنب وتقع كده، احتفظت بالحشوه بتاعتها وما خرجتش بره. وبصراحة الحشوة القمر دي ما ينفعش نوقع فتفوتة منها، الوحيدة اللي كنت مستعجلة ادوقها، وبصراحة الحمد لله ما خيبتش ظني ابدا. يلا بقى جهزي عصيرك ولا شوفي هتعملي كوباية شاي حلوة كده. احنا الحمد لله كنا منقسمين لفريقين، شوفي انتي بتحبيها ازاي وقومي اعمليها وفرحي نفسك وفرحي ولادك وغيري من الروتين العادي ومن الاكل العادي. يلا قومي جربيها حالا وما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركة معايا. ويا رب يعجبكم وصفاتي واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.